الآن كيف بدنا نعمل ميلان باتجاه المصرف. في عندنا مصرف مية في هذيك النقطة عند البلاطات، وفي عندنا مصرف مية هاي كمية المي المقلوبة هان، في عندنا مصرف مية. لازم نقسم السطح قسمين، قسم يروح على النقطة هذيك اللي كنت أمامنا، وقسم نروح على النقطة اللي في جنبنا هون. طبعا كيف بدنا نقسم السطح؟ هاي المنطقة كاملة رايح أسحبها وبلطها أول شيء، لأن في خيوط ثانية وميلة ثانية. أنا أشرح بالضبط وأنا واقف في هذه النقطة كيف بده يصير. هذه كيف بده يصير، بشرح كيف بده يصير. هذه النقطة في عليها ميلان من هان، من راس المتر من هان لازم يكون بهذا الاتجاه، وميلان بهذا الاتجاه من هان لهان. وكل المناطق هاي، كل هاي المسافة المي هاي المنطقة لازم تيجي على هذه النقطة. الخيطان بناخذ اول شيء بنشتغل هذا الجزء متفقين عليه لحدية هاي المسافة هان، لحدية المصرف هذا. الآن في بصير عندنا إشكالية في البلاط، إنه في البلاط على الزاوية هاي مايل باتجاه اليمين، وهناك في مسافة متر باتجاه الشمال. هاي النقطة رايحين نتعرف كيف إحنا بنعملها. هاي المصرف اللي قبالكم مباشرة في الصورة، المي من عندي من هان مايل باتجاهه، وفي عندنا هذا المصرف المي لازم تميل باتجاهه. شو عملنا مشان نقسم المي على هذا المصرف؟ يعني هذه البلاطات اللي عليه الزرف مايل بهذا الاتجاه هيك، البلاطة اللي في جنبها لازم تكون مايلة بعكسها. حتى نقدر نعملها بهذا الشكل لازم نقص هاي البلاطة هيك، قصيناها بشكل قطري وميلناها. لو جبنا الميزان راح نشوف انه هاي البلاطة اللي جنبها هان مايلة باتجاه معاكس لهاي البلاطة. والمية هسه بس نخلص نشوف كيف المية راح تميل باتجاه المصرف. من هاي النقطة راح تميل لقسمين، إذا درنا مية جزء منها بروح على المصرف هناك، وجزء منها بيجي على المصرف هذا. هاي للميلان كيف توزع اتجاه المية، كيف تقسم السطح. لازم تقص بلاط عشان توزع المية على السطح. هسا المية مقسومة قسمين، قسم بروح على النقطة هذيك، وقسم بيجي هون. بلاطة ثنتين ثلاث، المية بتنزل على عند الميزان 4، وغاد على النقطة الثانية هناك. رايحين نجرب وندير مية، وتشوف انه المية بتنقسم قسمين من النص، من هذه المسافة بتنقسم قسمين.